قرية يانيابان قرية كردية من عشائرها عشيرة الرشوان، يشكل 75%، وهم عائلة نوري خوجة وعائلة محمد بيرم وعائلة إسماعيل نجار، ولهم صلة قرابة مع قرى الكردية في المنطقة مثل الراعي ودوديان وجكة وقسم من تل عران، وعوائل عربية من عشيرة البطوش، وعائلة من عشيرة العون، وعائلة من التركمان من عائلة علي قمز. عدد سكان القرية حوالي 1000 نسمة، ومساحة القرية 700 هكتار تقريبا. القرية تتبع لمحافظة حلب منطقة عزاز ناحية صوران، تبعد عن حلب شمالا 41 كيلومتر، وعن عزاز شرقا 18 كيلومتر، ومن ناحية صوران شمالا 7 كيلومتر، وعن حدود التركية جنوبا 5 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب مزارع الطقلي وبرغيتة، ومن جهة الشرق قرية جكة، ومن جهة الجنوب قرية راعل ومريغل، ومن جهة الشمال دوديان وقراكوبري. سكان القرية يتكلمون اللغة التركية بسبب قربها عن الحدود وممارسات تغييرات ديمغرافية أثناء احتلال العثماني وبعدها سياسة التعريب. تشتهر القرية بزراعة القمح السقي والبعلي وخصوبة ترابها وتوفير مصادر المياه السطحية والجوفية ومرور نهر من جهة الشرق. وأيضا تشتهر القرية بزراعة الشعير والعدس والكمون وخضروات الصيفية والبطاطا والبصل، وتربية المواشي مثل الغنم والماعز، وتربية دجاج البلدي. يوجد مساحات صغيرة من شجر الزيتون. أغلب سكان القرية من فئة الشباب كانوا يعملون في حلب مهنة الخياطة ومعامل صناعة الأحذية. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوتي محمد الأحمد، والشكر وجزيل الشكر للمحامي علي عبد الله كولو.